قبر صلاح الدين أيام الاحتلال الفرنسي لسوريا في العشرينات قولته المشهورة: ها قد عدنا يا صلاح الدين. ماذا يمكن أن نسمي هذه الحملة الأمريكية العارمة على العرب أجمعين من المحيط إلى الخليج؟ أليست حملة عنصرية تحقيرية أبشع من الحملة الصليبية القديمة؟ ألم يفضح الجنرال الأمريكي ويليام بوكن قبل أسابيع سياسة الإدارة الأمريكية عندما قال: نحن المسيحيين نشن حربا روحية ضد الشيطان؟ ألم يؤكد بذلك زلة لسان الرئيس بوش عندما وصفها بحملة صليبية على الإرهاب يتلاقى فيها مزيج إمبريالي خبيث من المسيحية الغربية المستولدة من صلب اليهودية الغربية؟ يتساءل أحد الكتاب. ألم تطلق الإدارة الأمريكية على حرب أفغانستان مسمى النسر النبيل، وهي تسمية أطلقت على إحدى الحملات الصليبية القديمة؟ لماذا لا تنشط القوات الأمريكية في معظمها إلا في الأراضي العربية والإسلامية؟ ألم تصبح أمريكا محكومة بالصهيونية المسيحية التي تضع سياساتها على أسس دينية بحتة؟ يتساءل البعض. أليس الائتلاف المسيحي هو الداعم الأكبر لحزب الرئيس بوش؟ ألم يصبح الإسلام عدوا للغرب بعد سقوط الشيوعية؟ هل الإدارة الأمريكية الحالية فريدة في تطرفها الصهيو مسيحي، أم سبقها إلى ذلك كارتر وريغان الذي كان يؤمن بمعركة هرمجدن؟ لكن في المقابل، من قال إن الرئيس بوش هو رمز المسيحية والناطق باسمها حتى يعلن حربا صليبية جديدة؟ ألم ينتفض العالم المسيحي من أقصاه إلى أقصاه ضد السياسات الأمريكية الاستعمارية الجديدة في العراق وغيره؟ ألا نشهد الآن صحوة مسيحية عالمية أخلاقية ترفض الصدام مع العرب والمسلمين؟ أليست انتفاضة الكنائس العالمية هي انتفاضة على الصليبية الصهيونية؟ ألم يعتبر 59% من الأوروبيين أن إسرائيل تشكل أكبر خطر على العالم؟ ألم يدعو أكثر من 86% من الأوروبيين إلى علاقات أفضل مع العرب في الاستطلاع الأوروبي الأخير؟ لماذا يلبس بعض العرب قضاياهم ثوبا دينيا؟ ألا يسهل ذلك تسويق الأضاليل الصهيونية والأمريكية التي نجحت بعد أحداث 11 من سبتمبر في خلق معادلة خبيثة بين الإرهاب والإسلام والمقاومة والإرهاب؟ أليست قضايانا وحقوقنا قضايا وطنية ووضعية بالدرجة الأولى، ولا نحتاج إلى تحويلها إلى حقوق دينية؟ أسئلة أطرحها على الهواء مباشرة هنا في الاستوديو على السيد صلاح عيسى رئيس تحرير صحيفة القاهرة، وعبر الأقمار الصناعية من أوسلو على الملا كريكار زعيم جماعة أنصار الإسلام. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال بالرقم التالي 488-8873 وفاكس رقم 4890865، وبإمكانكم المشاركة بمداخلاتكم عبر الإنترنت على العنوان التالي www.aljazeera.net. وللتصويت على موضوع الحلقة: هل تعتقد أن العرب والمسلمين يواجهون حربا صليبية جديدة؟ بإمكانكم التصويت على الأرقام التالية: من داخل قطر 9013 من جميع أنحاء العالم 0974 901900. نعود إليكم بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج الاتجاه المعاكس. ولو بدأنا مع ضيفنا في أوسلو الملا كريكار. ملا كريكار، لدينا استفتاء على بالهاتف على سؤال: هل تعتقد أن العرب والمسلمين يواجهون حربا صليبية جديدة؟ 96% من المصوتين حتى الآن يعتقدون أننا نواجه حربا صليبية جديدة. ما هو السبب وراء هذه النسبة الكبيرة حول هذا الموضوع برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم يا أستاذ فيصل، ومرحبا بمحاورنا الكريم، ومرحبا بالمشاهدين جميعا. أنا أعتقد أن ما ترسخت في أذهان المشاهدين عموما في بلاد المسلمين مما قرأوا ومما رأوا خلال هذه 20 أو 30 سنة الأخيرة، خصوصا بعد فترة رونالد ريغان، شعروا بأن هناك أرضية صليبية أو أرضية دينية من المحافظين، ما سمي بمحافظين جدد الآن، أرضية دينية هم انطلقوا منها الآن في زمن ريغان وما بعده إلى زمن جورج بوش الأب، إلى فترة كلينتون قليلا، ثم إلى ما ظهر الآن في زمن جورج دبليو بوش الابن. فأنا أعتقد أن هذا نتيجة متابعتهم وقراءتهم، لأنه يربطون الشخصية الأوروبية الغربية عموما
وكذلك بأرضيته الدينية، ثم المنطلق الأيديولوجي الديني لهذه المجموعة التي الآن تقود أمريكا. سيد رئيس، سمعت هذا الكلام؟ هل هناك فعلا أرضية صليبية في الغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص؟ أنا عايز بس أبتدي في البداية أن أنا أؤكد طبعا إحنا في بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب قضية وطنية قديمة، يعني ترجع إلى فترة حركة التحرر من الاحتلال الغربي لبلادنا، وترتبط بالدرجة الأولى في الحقب الأخيرة بالقضية الفلسطينية. فلدينا قضية وطنية، قضية قومية، نشعر ولدينا إحساس حقيقي ومشاعر حقيقية بأنه الغرب لا ينظر إليها بشكل منصف، وأنه ينحاز فيها ضدنا، وبالتالي فهناك مساحة واسعة جدا. تفاقمت الأوضاع طبعا بعد الحرب على العراق، ففي هناك إحساس طاغي لدى الشعوب العربية بأنه الغرب يشكل العداء ليهم، وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية. فاقم من الأمر أيضا حالة الهيمنة العامة والسياسة الإمبراطورية اللي بتتبعها إدارة بوش. فهذا التفاقم في العداء بيننا وبين السياسة الأمريكية، وأنا بتكلم بحطها ما بين قوسين وبركز عليها، ما بيننا وبين السياسة وبين الولايات المتحدة الأمريكية هو عداء للسياسة الأمريكية التي تنتقص من حقوقنا. فبالتالي هذا هو الذي أنشأ هذا الاتجاه. في تيارات سياسية موجودة في أوسطنا بترى أنه من المشروع جدا جدا في أي معركة سياسية أن أستغل وأن ألعب بكل الأوراق التي يمكن أن ترد أن تقع في يدي، ومن بينها أن أقتنص لهذا العدو ما يخطئ به في حق المقدسات الدينية، ما يتفوه به من ألفاظ بعضها أحيانا بيصل إلى درجة من البذاءة وسوء الأدب، لا يستطيع أحد أن ينكر هذا في حق مقدسات دينية لدينا. وبالتالي فبيروجوا لهذه الفكرة الخطيرة والمضرة والتي يمكن أن تقودنا إلى حروب دينية. فكرة الصليبية فكرة خطيرة ومضرة، وأن المعركة بيننا، أن هناك معركة بيننا وبين الغرب كله وليس بين سياسات بعينها، وأن هذه المعركة ذات طابع ديني. النقطة التي أريد أن يعني في بداية الحديث أن أركز عليها أننا في واقع الأمر لا نستطيع أن ننكر أن هناك تيارات أصولية موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية يمثلها المحافظين الجدد، يمثلها، وأنا بأفضل يعني المصطلح اللي ابتكره الدكتور عبد الوهاب المسيري، التيارات الصهيونية التي تتمسح بالمسيحية، يعني عشان بس التعبير يكون دقيق بالنسبة لنا وبالنسبة لزملائنا وإخواننا المسيحيين في العالم العربي. هناك أصولية صهيونية يهودية، هناك أصولية مسيحية، هناك أصولية إسلامية، وهناك فكرة بتقول أنه إحنا بالذات في منطقة الشرق الأوسط هناك صراع الآن ما بين هذه الأصوليات الثلاثة. هذه الأصوليات تشكل جماعات ولا تشكل شعوب ولا كل تيارات. كويس جدا. ملك ريكارد، سمعت هذا الكلام؟ يعني نحن من الخطأ الشديد، ومن يعني إنه شيء خطر ومضر إلى حد كبير أن نضفي على هذه الصراعات طابعا دينيا صليبيا، سميه ما شئت، إنها مشكلة سياسية بالدرجة الأولى. لا، هو أراد الأستاذ صلاح يظهر أنه أراد أن يختزل الموضوع كله في الكلمة الصليبية. نحن لو نظرنا إلى المشبه والمشبه به وأوجه التشابه بينهما، لو نظرنا إلى الصليبية القديمة من عام 1095 لما بدأت، هي ما بدأت فقط من المتدينين. صحيح أن بطرس الناسك وأوربان الثاني لما أفتى، لكن هناك الملوك الذين شاركوا فيه لتوسعة في سلطاتهم، وهؤلاء الهمج الرعاع الذين جاءوا وهم في طريقهم يزحفون ويقتلون ويعربدون حتى وصلوا إلى هنغاريا وقتلوا أكثر من 6000 شخص، وقتلوا من إخوانهم النصارى البيزنطيين كذلك. فالتجار الذين كانوا معهم أول ما وصلوا إلى يافا بدأوا بتجارة التوابل، من يافا إلى نابولي إلى بندقية إلى جنوة، ومن هناك كانوا يأتون بالمتطوعين. والآن ما الذي تغير في ذلك؟ سلطة سياسية تريد توسعة أركانها، ومتدينون ينفخون في البوق هذا، وكذلك التجار من أصحاب الشركات هالبرتان ديك تشيني ولا كونداليسا رايز ولا جورج بوش الأب، أو هؤلاء الذين يريدون هذه المرة بباخراتهم أن ينقلوا البترول.
وأنا أختلف معه أولا في الرؤية الأولى، في المنطلق الأول. المنطلق الأول ليست مصالح اقتصادية أو سياسية، بل هي أرضية دينية. وجورج بوش يا أخي الكريم عندما قال الحرب الصليبية ثم تحت ضغط الواقع اعتبر زلة لسان إسرائيل بعينها من الحركة الإسلامية المعاصرة تتهم إن كان بالحق أو بالباطل. بس يا سيد عيسى هو قال لك إنها تستهدف كل أطياف الحركة الإسلامية، حتى الحركات الإسلامية المسالمة، حتى يريدون القضاء على العمل الخيري، يستهدفون. يعني هل سمعت في الآونة الأخيرة كان هناك ضغوط على السعودية كي تتوقف عن طباعة المصاحف؟ أنا أشك في مثل هذا النوع ولا يمكن أن يصدق أحد. ما هو مشكلتنا الحقيقية من أين تأتي هذه الأنباء وكيف تنشر؟ هذه أنباء تروج لخدمة هذا الاتجاه. لا يوجد عاقل ولا مجنون. معنى هذا أن بوش ده راجل مجنون، وأن الولايات المتحدة الأمريكية دي سيرك، وهذا ليس صحيح. مش ممكن حد مسؤول في أي دولة من العالم يقول للسعودية امتنعي عن طبع المصحف. ازاي؟ يعني العمل الخيري. نعم، العمل الخيري. هنا بقى نأتي هنا حتى سفارات تفتش الآن. هو هنا نحن نقول أنا أصلا لا أدافع عن سلوكهم، ولكن أنا مش مهتم قوي باللي هم بيعملوه. أنا مهتم باللي احنا بنعمله. يعني أنا بس عايز أقول حدوتة نكتة أنا دايما بقولها كده، يعني بس من باب يعني تهدئة البتاع. في فيلم رصاصة في القلب، عفوا يا أستاذ فيصل لو تسمح لي أكرمك، يطلع فيه رأي إبراهيم بتتكلم مع عبد الوهاب، فيقعد يكلمها عن صاحبه اللي اسمه سام، وهي يعني ايه بتحبه وعايزه تفهمه كده. فبعد شويه تقول له احنا اتكلمنا عن سامي كتير، كلمنا عن نفسك، عن احوالك. فانا عايز نتكلم عن نفسنا، عن احوالنا. احنا هنفضل طول عمرنا قاعدين بوش بوش. نعم عفوا ممكن انا ولا ندرك. ما هنا بقى اخطأنا. قول لي ليه 56 منظمه تدرك في او منع الهيئات اللي بتشتغل في العمل؟ هي لأنها مسلحة. هي لأنها مسلحة، ولكن المنظمات الأخرى، الأحزاب الأخرى، أستاذ أربكان مهندس ميكانيكي، لماذا منعوه ولماذا طردوه؟ والبقية راشد غنوشي دكتوراه في الفلسفة، عباسي مدني دكتوراه في علم النفس، أو أنور إبراهيم القابع الآن في سجن ماليزيا دكتوراه في الإلكترونيات. فلماذا هؤلاء الذين أنت تقول، هؤلاء الذين يأتون ينطلقون من أرضيتهم؟ يا سيدي الملا، إذا أذنت لي هناك خطأ. أنا كنت لسه بقول للدكتور فيصل قبل التسجيل، نحن كان لدينا في مصر جمعيات دينية كثيرة جدا، السنة المحمدية وإلى آخره، بتدعو الدعوة الإسلامية العادية، وكانت الدولة سايباها إلى أن اكتشفت في سنة 65 لأن تنظيم الإخوان المسلمين اللي كان عامله المرحوم سيد قطب تسلل إلى هذه الجماعات وبدأ يجند من في داخلها، فمنعتها وضيقت عليها. المشكلة الأساسية هذا أيضا ليس صحيحا. لا تقاطعني يا فضيلة الملا، أنا لا مقاطع. أستاذ صالح أرجوك لا أرجوك هنا اسمح لي. هذه الحملة الشعواء التي تعرض لها المسلمون في الخمسينات والستينات لم يكن فقط في مصر، وأنت تعرف أن محمد عيديد الأندونيسي لما قام بانقلابه في ثالث أكبر حزب شيوعي في أندونيسيا أحدث بحيرة دم في جاكرتا. هذا كله كان سببه الانقلابات العسكرية اليسارية التي أراد الغرب كلها بشقيها أن يمنع وصول الإسلاميين مرة أخرى إلى الحكم. فلماذا أنت تأخذها وتختزلها فقط في هذه الفترة، وأن سيد قطب رحمه الله لم يؤلف، هو الذي لم يشكل الإخوان المسلمين، بل الإمام البنا من قبله. وهذه الهجمة الشرسة التي أنت تذكرها، واليساريون كانوا جزءا من بطش النظام الجمال عبد الناصر وفيما بعد كذلك. هذا لم يكن فقط في مصر، وإنما جرى ذلك من أندونيسيا من المحيط إلى المحيط. طيب احنا انتقلنا من الموضوع. طيب ما أريد أن أقول لك إنه الحركة الإسلامية بتخطئ حين تدخل العمل السياسي والجهادي منه في العمل الدعوي والخيري. وده الذي أدى إلى أنه الغرب بدأ يضيق على مثل هذه الأنشطة، لأن بعضها هذا البعض تتدخل في تمويل عمليات لها علاقة بالإرهاب. ودي الإشكالية اللي احنا بنقع فيها. قل لي من الذي يتكلم باسم الإسلام في الغرب؟ من أين يأتي برلسكوني بمعلوماته التافهة التي قالها في تصريحه؟ 901 أصفار من جميع أنحاء العالم، 0974 901 النتيجة حتى الآن 95% من المصوتين يعتقدون أن العرب والمسلمين يواجهون حربا صليبية جديدة.
سألتك هذا السؤال باختصار كي ينتقل إلى الملا ريكار. لا بس كنت عايز أعلق على نتائج الاستفتاء. نعم. طبعا احنا بنتكلم على استفتاء يعني بعينة عشوائية. بيتطلب اللي يتصل يكون له إمكانيات خاصة، يعني لا يعبر عن رأي عام، ولكن ممكن يبقى له دلالة. بس بالمناسبة اللي عنده تليفون يعني اللي عنده خط تليفوني هذا من المفترض أنه يعني موجود متقدم أكثر تقدم وأكثر انفتاح وإلى ما هنالك، وليس يعني مع ذلك يصوت 95%. وممكن يكون عضو في تيار سياسي معين من يهمه أنه هو يدعم هذه الفكرة. ولكن أنا بشكل عام لم أنكر في بداية كلامي أن هذه فكرة لا شعبية. أنا مدرك أن هذه فكرة لا شعبية، لأننا لدينا مشاعر غضب وحنق مشروعة ضد السياسة الأمريكية والأسباب التي قلتها. ومن هنا هل نحن نحن العرب المسلمون المتسامحون الذين ندين بدين يدعو للإنسانية والرحمة كنا يمكن أن نؤيد ما فعله أسامة بن لادن؟ ومع ذلك الناس كلها كانت متعاطفة معه، ليس لسبب ما فعله ولكن بسبب حالة من الحنق والغضب على السياسة الأمريكية. فأنا بعتبر النتيجة ما هيش تعبير عن تأييد الفكرة بالمعنى الذي يعني يمكن أن يتبادر إلى الذهن، ولكن هي في واقع الأمر إحساس بالغضب والسخط على السياسة الأمريكية. وأنا بقول إنه هذا الإحساس ينبغي أن نجد وسائل سياسية للتعبير عنه غير هذه الوسيلة الخطرة التي يمكن أن تقودنا إلى مزالق ويمكن أن تعرضنا إلى أخطار تضر أمننا، وسوف نتكلم في ذلك فيما بعد. ملا ريكار، سمعت هذا الكلام يعني لست بحاجة يعني أن عفوا يا سيدي الكريم، عفوا إذا تسمح لي أنا أريد أن أشير إلى نقطة، بعض النقاط التي هو ذكرها. مثلا هو أشار فقط إلى فلسطين، ولماذا أدرجت الإدارة الأمريكية 56 منظمة إسلامية جهادية في قائمتها السوداء، في قائمة الإرهاب، إن كان فقط يخصنا في فلسطين؟ هناك بعض الحركات هي جزء من حركات التحرر في بلادها، والأمريكان كانوا يتشدقون بمصطلحات حقوق الإنسان وحق تقرير المصير في الشيشان، في سينكيانغ، في تركستان الشرقية، كاشغر، في كشمير، في فلبين، في كردستان، في فلسطين، في أماكن أخرى من العالم. لماذا أدرجوا هذه الحركات الإسلامية؟ ولماذا ضربوها كلها بدون رحمة بدون هوادة؟ ما الذي ارتكبناه نحن في جماعة أنصار الإسلام ضد الأمريكان أو ضد أحد خارج عن جماعة الطالبان الذي هاجمتنا مرارا وقتلت أكثر من 1000 شخص من إخواننا وأخواتنا؟ ما الذي ارتكبناه حتى يهاجموننا ب 108 صواريخ توماهوك انطلقت من البحر الأحمر وقتلت 253 شخصا رجالا ونساء؟ ولماذا أدرجت الإدارة الأمريكية 56 منظمة إسلامية جهادية في قائمتها السوداء، في قائمة الإرهاب، إن كان فقط يخصنا في فلسطين؟ هناك بعض الحركات هي جزء من حركات التحرر في بلادها، والأمريكان كانوا يتشدقون بمصطلحات حقوق الإنسان وحق تقرير المصير في الشيشان، في سينكيانغ، في تركستان الشرقية، كاشغر، في كشمير، في فلبين، في كردستان، في فلسطين، في أماكن أخرى من العالم. لماذا أدرجوا هذه الحركات الإسلامية؟ ولماذا ضربوها كلها بدون رحمة بدون هوادة؟ ما الذي ارتكبناه نحن في جماعة أنصار الإسلام ضد الأمريكان أو ضد أحد خارج عن جماعة الطالبان الذي هاجمتنا مرارا وقتلت أكثر من 1000 شخص من إخواننا وأخواتنا؟ ما الذي ارتكبناه حتى يهاجموننا ب 108 صواريخ توماهوك انطلقت من البحر الأحمر وقتلت 253 شخصا رجالا ونساء وأطفالا؟ وما الذي عملناه؟ كولين باول الذي ادعى ورامسفيلد الذي ادعى بأننا أخفينا أسلحة الدمار الشامل، أين هذه الأسلحة؟ ولما عرض كولين باول منظر وقال هذا مدينة خورمال التي تحت سيطرة، أين هذه كلها وأين أدلتها؟ ملا ريكار، كي نبقى في الموضوع، كي لا نخرج كثيرا عن الموضوع، السيد عيسى قال أيضا أرجوك أن ترد على أطروحاته بخصوص الحرب الصليبية وخطورة أن ندين هذه القضايا. نعم، جيد. أولا بالنسبة لذكره أنه إذا اعتبرناها موضوع ديني هذا سيكون تقاتل بين فئات من الناس، هذا الدين مع ذاك الدين، هذه طائفة مع هذه طائفة، هذا ليس صحيحا مطلقا. لو نظرنا إلى تاريخ الإسلام كله، ما قتل ما بين النصارى فيما بينهم لم يقتل في أهل الإسلام بمثل ما قتل من هؤلاء، لا بين المسلمين أنفسهم ولا بين المسلمين واليهود أو بين المسلمين والنصارى، وهذا ليس صحيحا. أنا أنتمي إلى مدينة السليمانية، أنشئت قبل 200 سنة وفيها كنيسة أكثر من 90 سنة تقريبا. من أين جاءت هذه الكنيسة؟ أليس إما نصارى جاءوا إلى بلادنا كما جئنا نحن الآن إلى بلادهم وبنينا
مساجدنا أم تنصر أناس من الأكراد واحتفظوا بدينهم هناك؟ وأيضا آخر مجلس المبعوثان العثماني كم كان فيها من اليهود؟ ألم يكن هناك 36 من اليهود والنصارى كانوا في الدولة العثمانية؟ والدولة العثمانية كنا نعطيها الولاء كلنا من العالم الإسلامي. هذا ليس صحيحا، بل هذا الذي يستخدمه ويستفيد منه كسوء استفادة الذين سموها بإسلام فوبيا، الرعب من الإسلام. هذا ليس صحيحا. الجماعات التي قاومت المصالح الأمريكية وضربت مصالحها في أمريكا اللاتينية أكثر من 32 عملية، في الشرق الأوسط كان فقط 16 عملية، في آسيا 26 عملية. لماذا فقط بلاد المسلمين؟ ولماذا بعض الجماعات الإسلامية التي لم يوم من الأيام لم يقف بوجه الأمريكا إلا اللهم بوجه خططها كأسلوب بياني وتبليغي؟ فالمعركة إذا تريد أن تقول في فلسطين؟ ماذا تريد أن تقول بعد هذا؟ تريد أن تقول أن المسلمين مستهدفون وأن يتعرضون يعني تريد أن تكرر المقولة أنهم يتعرضون لحرب صليبية؟ نعم، لا شك فيه. حرب استئصالية للجماعات الجهادية التي هم ضمير الأمة وقلاعها التي ينضم إليها المسلمون الذين يشعرون بكل هذا الغبن. ولو كان الرجل منصفا أستاذ صلاح، لو كان منصفا لقال أن في كل مجتمع هناك الأحزاب الليبرالية وهناك الأحزاب اليسارية وهناك الأحزاب الدينية. لماذا هو لم يسمح لإخوان المسلمين في بلادهم منذ 75 عاما؟ اتركونا نحن الذين نحمل سلاحا ونواجه عدوا شرسا بما لدينا من قوة. الإخوان المسلمون لم يحملوا سلاحا وهم يعارضون العنف منذ 75 عاما. لم يعطيهم أحد 5 أيام الحق الرسمي، مرة يدخلون مع الأحرار، مرة مع الوفد، مرة مع العمل. لماذا لا يعطى لهم هؤلاء؟ وأنا استغربت أن قرأت مقولة للسيد صلاح يقول أن الأنظمة في بلادنا تعتمد على الدين والمعارضة كذلك تعتمد على الدين. فمن أين هذه المقولة التي تشبه مقولة هان تونغ تونغ الذي يصنفنا نحن الإسلاميين مع الكونفوشيوسية؟ مع العلم نحن مع اليهودية والنصرانية أقرب في ديننا وأقرب في تصوراتنا. طيب، يعني نحن سمعت هذا الكلام وأنا أريد أن أسأل سؤالا قبل أن يمر هكذا. يعني أنت تقول أن هؤلاء الذين يطلقون هذه يعني الهتافات نسميها يعني الأصولية في الغرب لا يمثلون إلا أنفسهم، وأن الغرب بريء منهم وإلى ما هنالك من هذا الكلام. لكن ألا يمكن أن نقول الكلام نفسه عن الملوك أوروبا الذين جيشوا الآلاف من أجل القدوم إلى بلاد المقدس وإلى ما هنالك وهكذا؟ يعني الأوروبيين، بس دقيقة، الأوروبيين أيام الحملات الصليبية لم يكونوا يعني متدينين وإلى ما هنالك من هذا الكلام. العبرة دائما في النخبة. كان هناك مجموعة من الملوك الصليبيين بين قوسين، والآن هناك عبارة عن مجموعة من الرؤساء والزعماء الصليبيين يريدون أن يجيشوا شعوبهم وجيوشهم ويرسلونها بالآلاف إلى بلاد المسلمين. لماذا لا يعني تنشط القوات الأمريكية إلى في بلاد المسلمين؟ شوف يعني طلع في العالم فقط في بلاد المسلمين، يعطي انطباع بأنه هذا يعني توجه ديني. لا يعطي هذا لا يعطي انطباع بأنه توجه ديني. وأنا لا أريد أن يعني أبدو، وأنا أصلا لا أقف هذا الموقف. أنا ضد السياسة الغربية، ضد السياسة الأمريكية، ضد سياسة الهيمنة، ولكن انطلاقا من أسبابها الحقيقية. وما تقوله صحيح، هي فعلا أقليات متعصبة، بعضها ممكن يصل به إلى حد الهوس، تستثمر المشاعر الدينية التي لدى الجماهير الشعبية وتقودها في معارك. هذا هو طابعها من أجل تحقيق مصالح. هو فضيلة الملا أشار إلى نقطة مهمة جدا، وهو بيتكلم إنه قال والله هي عايزة تستأصل الجماعات الجهادية التي هي ضمير الأمة. إذا أنت تعدل الكلام. هنا بقى نحن، هذه ليست حرب صليبية ضد المسلمين، وإسرائيل بعينها من الحركة الإسلامية المعاصرة تتهم إن كان بالحق أو بالباطل. بس يا سيد عيسى، هو قال لك إنها تستهدف كل أطياف الحركة الإسلامية، حتى الحركات الإسلامية المسالمة، حتى يريدون القضاء على العمل الخيري، يستهدفون. يعني هل سمعت في الآونة الأخيرة كان هناك ضغوط على السعودية كي تتوقف عن طباعة المصاحف؟ أنا أشك في مثل هذا النوع ولا يمكن أن يصدق أحد. ما هو مشكلتنا الحقيقية مش ده راجل مجنون، وأن الولايات المتحدة الأمريكية دي سيرك، وهذا ليس صحيح. مش ممكن حد مسؤول في أي دولة من العالم يقول
يقول للسعوديه امتنعي عن طبع المصحف ازاي؟ يعني العمل الخيري. نعم العمل الخيري هنا بقى ناتي هنا حتى سفارات تفتش الان. هو هنا نحن نقول انا اصلا لا ادافع عن سلوكهم، ولكن انا مش مهتم قوي باللي هم بيعملوه، انا مهتم باللي احنا بنعمله. يعني انا بس عايز اقول حدوته نكته انا دايما بقولها كده يعني، بس من باب يعني التهدئه بتاع في فيلم رصاصه في القلب. عفوا يا استاذ فيصل لو تسمح لي اكرمك الله. يطلع فيه رأي ابراهيم بتتكلم مع عبد الوهاب، فيقعد يكلمها عن صاحبه اللي اسمه سامي، وهي يعني ايه بتحبه وعايزه تفهمه كده، فبعد شويه تقول له احنا اتكلمنا عن سامي كتير، كلمنا عن نفسك عن احوالك، فانا عايز نتكلم عن نفسنا عن احوالنا. احنا هنفضل طول عمرنا قاعدين بوش بوش نعم بوش بوش عفوا ممكن انا ولا تسمح لي. ما هنا بقى اخطأنا. قول لي ليه 56 منظمه تدرك في او منع الهيئات اللي بتشتغل في العمل؟ هي لأنها مسلحة، هي لأنها مسلحة، ولكن المنظمات الأخرى الأحزاب الأخرى، أستاذ أربكان مهندس ميكانيكي لماذا منعوه ولماذا طردوه؟ والبقية راشد غنوشي دكتوراه في الفلسفة، عباسي مدني دكتوراه في علم النفس، أو أنور إبراهيم القابع الآن في سجن ماليزيا دكتوراه في الإلكترونيات. فلماذا هؤلاء الذين أنت تقول هؤلاء الذين يأتون ينطلقون من أرضيتهم؟ يا سيدي الملا إذا أذنت لي هناك خطأ. أنا كنت لسه بقول للدكتور فيصل قبل التسجيل، نحن كان لدينا في مصر جمعيات دينية كثيرة جدا، السنة المحمدية وإلى آخره، بتدعو الدعوة الإسلامية العادية، وكانت الدولة سايباها إلى أن اكتشفت في سنة 65 لأنه تنظيم الإخوان المسلمين اللي كان عامله المرحوم سيد قطب تسلل إلى هذه الجماعات وبدأ يجند من في داخلها، فمنعتها وضيقت عليها. المشكلة الأساسية هذا أيضا ليس صحيح. لا تقاطعني يا فضيلة الملا، أنا لا مقاطع. أستاذ صلاح أرجوك لا أرجوك هنا اسمح لي. هذه الحملة الشعواء التي تعرض لها المسلمون في الخمسينات والستينات لم يكن فقط في مصر، وأنت تعرف أن محمد عيديد الأندونيسي لما قام بانقلابه في ثالث أكبر حزب شيوعي في أندونيسيا أحدث بحيرة دم في جاكرتا. هذا كله كان سببه الانقلابات العسكرية اليسارية التي أراد الغرب كلها بشقيها أن يمنع وصول الإسلاميين مرة أخرى إلى الحكم. فلماذا أنت تأخذها وتختزلها فقط في هذه الفترة، وأن سيد قطب رحمه الله لم يؤلف هو الذي لم يشكل الإخوان المسلمين، بل الإمام البنا من قبله. وهذه الهجمة الشرسة التي أنت تذكرها واليساريون كانوا جزءا من بطش النظام الجمال عبد الناصر وفيما بعد كذلك، هذا لم يكن فقط في مصر، وإنما جرى ذلك من أندونيسيا من المحيط إلى المحيط. طيب احنا انتقلنا من الموضوع. طيب ما أريد أن أقول لك إنه الحركة الإسلامية بتخطئ حين تدخل العمل السياسي والجهادي منه في العمل الدعوي والخيري. طيب وده الذي أدى إلى إنه الغرب بدأ يضيق على مثل هذه الأنشطة، لأن بعضها هذا البعض تتدخل في تمويل عمليات لها علاقة بالإرهاب. طيب ودي الإشكالية اللي احنا بنقع فيها. قل لي من الذي يتكلم باسم الإسلام في الغرب؟ من أين يأتي برلسكوني بمعلوماته التافهة التي قالها في تصريحه عن الإسلام وبكلامه البذيء الذي قاله عن ديننا؟ من أين أتى بهذه المعلومات؟ يأتي به من التراث، ليس من الصهيونيين، ليس من المحافظين الجدد، أتى بهذا الكلام من مسلمين موجودين في الغرب ويطلعوا في هذه القناة ويطلعوا في القنوات الغربية الأخرى ويتحدثوا عن إن هم أصحاب رسالة لتحطيم ولفرض الإيمان بالإسلام على كل العالم كله، ويتحدثوا عن حقهم في إن هم هذا ليس صحيح، لا يعترفوا بغير من لا يؤمن بدينهم. طيب كويس جدا. كي نبقى في الموضوع نشرك السيد مجدي حسين من القاهرة. تفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دكتور فيصل. يا اهلا وسهلا. تفضل يا سيدي. الحقيقه يعني الدكتور صلاح او الاستاذ صلاح عيسى النهارده بيمثل التيار العلماني، ومش جديد على التيار العلماني انه عايز يخرج الدين من حياتنا العامه كلها، لكن انا بقول للتيار العلماني يعني يراجع نفسه. النهارده الامه اصبحت تحت الهيمنه غزوه اجراميه مسيحيه صهيونيه، وقوات امريكيه مصحوبه بالمبشرين بتقتل النساء والاطفال في العراق وبتقتل الحجاج الايرانيين، والقوات الاسرائيليه مصحوبه بالتيار الاستيطاني اليهودي جايه لا تقدم ما تبقى من فلسطين،
على التيار العلماني ان يتصالح مع الدين، لان الامه في خطر. على الاستاذ صلاح ان ينضم الى 96% وان يترك ال 4%. هؤلاء ال 4% هم الحكام وبعض العلمانيين. على التيار العلماني ان يعترف بالحقائق اذا كان هو يناقش بالحقائق. ما نشوف بوش بيقول ايه. بوش هو اللي اعلن بنفسه اننا اوشن حرب باسم السماء، وان الله قد اختار الشعب الامريكي ليقوم بهذا الدور. يا استاذ صلاح، نحن لسنا امام جماعات اصوليه، نحن امام مؤسسه اصوليه مسيحيه تحكم منذ عشرات السنين في الولايات المتحده، يتبعها 80 مليون امريكي، هي اللي خرجت عديد من الرؤساء، وهي اللي خرجت من عباءتها معظم القاده. حوالين بوش 25 يهودي بيتخذوا له قرار. هذه الفئة أو هذه الكنيسة اللي بترفضها معظم الكنائس الأخرى، ولكن هذه كنيسة تقوم اعتقاداتها على أن احتلال العراق هو المقدمة لمعركة هرمجدون وعودة المسيح، وأن هدم المسجد الأقصى هو ضرورة لعودة المسيح. فهنا يعني حتى لو كان الدين يا أخي، يعني الدين ده طبعا بين الإنسان وربه، لكن كمان أنت عايز تاخد مننا السلاح اللي بيقاتلون، اللي ممكن نقاتلهم به. نحن نقاتلهم بالعقيده، لا وبالعقيده نهزمهم، وانت عايز تنزع مننا اهم سلاح وتقول هذا اسوأ انواع الحروب. يعني انت عاجبك الحروب من ناحيه امريكا، يعني حرب نظيفه قوي اللي انت شفتها في السامراء من يومين، دي كانت حرب نظيفه لما يفتحوا القنابل والمدفعيه على النساء والاطفال والحجاج الايرانيين. دي الحرب السياسيه الحلوه قوي اللي انت شايفها. ما انتش عارف ان معاهم مبشرين، هؤلاء معاهم مبشرين يا سيدي، وهؤلاء في عقيدتهم لابد من النيل للفرات، والاسرائيليين بيشتروا اراضي، اليهود يشترون اراضي في شمال العراق. في معلومه خطيره جدا، ما اعرفش حضرتك عرفتها ولا لا، ولا نشرتها ولا لا، لان انا ممنوع من الكلام، لكن حضرتك عندك امكانيه للنشر. ان الوزاره التي تحكم العراق الان 70% منها يهود امريكان. سمعت يعني احنا في حرب دينيه مع اليهود قبل هذه الفئه المتصهينه المسيحيه القليله. اليهود هم اللي راكبينها وهم اللي بيحكموا العالم، عشان لما واحد برلماني يتكلم ضدهم في المانيا يطرد في الديمقراطيه الالمانيه. لكن احنا ما نقدرش ننتقدهم، ولما ننتقدهم نبقى ارهابيين. ولما يجي يقولوا على ان اله المسلمين شيطان ووثن، يبقى دي حريه راي في امريكا، ده كلام دي حريه راي. يا سيدي عارف مين في كام وزير؟ 75% من الوزراء يهود. اللي ماسك وزاره الرياضه والشباب والرياضه يهودي. كويس جدا. ماسك وزاره التعليم والبحث العلمي في العراق اسمه درو ايردمان يهودي. وزير الماليه في العراق هو ديفيد نومي يهودي. وزير الزراعه هولي شاد يهودي، ومعه المستشار دون أمستود يهودي. وزير النقل والاتصالات هو ديفيد لينش. طيب بس سيد حسين كي نبقى في الموضوع، ما علاقة هذا بالحرب الصليبية؟ هل هذه ليست حرب دينية يا سيدي؟ هم جاءوا ليقيموا طيب يبدو انقطع الخط. جاءوا ليقيموا النيل والفرات. طيب ما هو تحالف يهودي مسيحي، هو تحالف خلاص يعني اذا انا بس عايز تحالف يهودي مسيحي. طيب اشكرك جزيل الشكر سيد حسين. المسيحيه الصهيونيه يتحالفوا من اجل احتلال العراق، لان هذا جزء من معركه هرمجدون اللي حضرتك اشرت اليها في مقدمه هذا الموضوع. اشكرك جزيل الشكر سيد. باختصار يعني طبعا انا مش معقول نبني افكار سياسيه او توجهات واستراتيجيات بناء على تفسير ملتوي لوصية النبي إيليا وهرمجدون ومش عارف ايه والحاجات اللي زي دي، ودي حاجات متداخلة بين الأديان وبعضها البعض، وفي خلاف في الفقهاء بينهم، وايه العلاقة بين ده وبين المهد المنتظر عندنا في عقيدة أهل السنة وعقيدة الشيعة وبتاع. لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل، إنما حين نقول أن هناك حرب صليبية صهيونية على الإسلام والمسلمين، إذا كانت هذه المؤسسة التي تتكلم عنها يا أستاذ مجدي كانت موجودة، هذه المؤسسة الأمريكية هي التي دعمت الرئيس السادات والتي دعمت اليساريين ومن تسميهم أنت بالعلمانيين، ولكي ينفذ ما قام به، وهي التي دعمت بعد ذلك الحرب في أفغانستان مع المسلمين. أنا لا أدافع عنهم وأنا معاك، ولكن المشكلة أنا معاك ضد هذه الهجمة الساعية للهيمنة. كنت معاك زمان ومعاك دلوقتي وسأكون معاك غدا ومع الملة، ولكن المشكلة الأساسية إيه توصيف هذا الصراع. أنا ما بتكلمش عن استخدام المشاعر الدينية لتحميس
أو عند شافير في فنزويلا أو عند غيره. ولذلك نحن الآن هم كما أشار إليه أخ من السعودية يجب أن ينضم هو إلى المجموع إلى 96، وأنا لا أقصد الاستفتاء أيضا، أن ينضم إلى هؤلاء الذين يحملون بجدارة تاريخ أمتهم. وأنا لا أقصد الرؤية الأصولية لي، وإنما تاريخ هذه الأمة بما فيها من توجهات ومدارس مختلفة عقائدية مذهبية مسلكية من أساليب الحكم، مما نحملها جميعا كأمة حضارية، وأنا أقصد به جغرافيا ولا أقصد به رؤيتي الأصولية الخاصة بي أو بمدرستي. طيب هذا الذي أنا أقصده. ولما أيضا ننظر إلى التعريف المقابل إدارة بوش وزمرته والحرب الصليبية التي هو يعلنها، ننطلق منها من رؤية دينية شاملة لأننا نفهم مفرداتها. لما هو يقول النسر النبيل، يوسف القرضاوي فهمها قبل أن يفهمها السيد صلاح عيسى، هو لأننا نحن عذبنا وعانينا من الحروب الصليبية القديمة. فأنا لما وجدت محاصرة العرب المسلمين في مزار شريف تذكرت محاصرة عكا وإعدام 2700 شخص وهم مكبلون بالسلاسل، رغم أن صلاح الدين الأيوبي وافق على أن يرجع لهم صليب الصليبود وأسراهم وما يريدون، ولكن مع ذلك فتكوا بالأسرى المساكين. ولذلك نحن لما ننطلق الآن نعاني ونشعر بما يعاني به إخواننا في غوانتنامو فك الله أسرهم، أو عمر عبد الرحمن فك الله أسره، أو غيرهم من المعذبين المسلمين. نحن نشعر به لأن حسنا مرهف تجاه هذه المفاهيم، ونفهم مصطلحات مقابلنا بسرعة ليس كما يفهمه اليسار الذي ينطلق من أرضية ماركسية، سواء في فهمه للغيب والمشهود أو الرؤية الأيديولوجية الفلسفية أو الأيديولوجية الحركية أو تصنيف الناس أو غيرها. ولذلك أنا أيضا أقول للسيد صلاح ومن معه ومن على شاكلته، نحن لما ننطلق لا ننطلق من رؤيتنا الأصولية الخاصة بنا، وإنما ننطلق من تاريخنا كمجموعة حضارية. أنا أختلف معه في الرؤية داخل المنظومة الحضارية الشرقية، ولكن أتفق مع السيد صلاح معا لأن هناك قواسم مشتركة في مواجهة هذه الحملة الشرسة التي تشن علينا، وهذه ليس مثل السابقة القديمة. الصليبية القديمة كانوا يشجعون الإسماعيلية والحشاشون ليغتالوا عماد الدين زنكي، أو يغتالوا حاكم بغداد المسترشد بالله، أو يدخلوا ويتفقوا مع هذا وذاك. هم الآن متفقون مع كل حكام بلاد المسلمين بدون استثناء. ألم يرتشوا هذا الحاكم في باكستان وذاك في المغرب وذاك في البلاد هذه؟ وهؤلاء الذين هم قابعون في سجون الحكام في بلاد المسلمين من هم من أي اتجاه؟ ولماذا يعذبون؟ أليس يعذبون لاسترداد الكرامة، كرامة الأمة ككل، وليس كرامتنا نحن وحدنا. طيب أشكرك جزيل الشكر. جعفر القرن السعودية، تفضل يا سيدي. في البداية أعتقد أنه لا يجب حصر الحرب الصليبية أو الحرب الغربية على العالم الإسلامي فقط في إدارة جورج بوش، فهذه حرب بدأت منذ القرن ال19 وربما قبل ذلك، والغرب يحاول الهيمنة على العالم الإسلامي بشتى الطرق، واستخدموا عدة أساليب. الاستعمار الأول كان إحدى أساليب الهيمنة وفشل، واستطعنا أن نخرجهم. ثم بعد أن خرج الاستعمار استخدموا أسلوب آخر هو الوكلاء، أي الحكام الذين عينوهم من أجل ضمان مصالح الدول الغربية في العالم الإسلامي. هنا أقول ربما أتفق مع الأخ صلاح أن ما يقوله صحيح، من أن أصل المعركة هي معركة مصالح وهيمنة. ثم يأتي ما يقول الأخ كويكار هو صحيح أيضا، لما جاءوا للهيمنة اكتشفوا أن عامل القوة في هذه الأمة هو الإسلام فقط، رغم ضعفها ورغم الجهل ورغم التخلف والأمية نحن قادرون على دحر هذا العدو القوي. اكتشفوا أن عنصر القوة هو الإسلام. الآن اكتشفوه بشكل أكثر وضوحا، أن عنصر القوة في هذه الأمة هو الإسلام، وأن فئة قليلة من المسلمين قادرة أن توقف العالم الغربي على أعصابه، فأصبحت الحرب حرب صليبية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل نحن يجب أن نبقى أسرى للمصطلحات؟ نحن متفقون أن هناك هجمة، إذا كنا نسميها حرب صليبية وهذا يستنهض الأمة الإسلامية ونهب هبة رجل واحد ونتحد لمواجهة فليكن،
إذا كان هذا الشعار غير قادر على توحيدنا فلا يجب أن نكون أسرى لهذا الشعار لأن الأخ صلاح والأخ إكرام متفقون تماما على توصيف الواقع أننا نتعرض لهجمة، قد نسميها استئصالية، قد تسميها هيمنة، قد نسميها، لكن الهجمة الآن لماذا نسميها صليبية؟ لا أرى أن هذا المصطلح له أي مدلول الآن. علينا أن نتفق على الهجمة ثم نتفق كيف نواجه هذه الهجمة. أشكرك جزيل الشكر. بإمكانكم التصويت على موضوع هذه الحلقة. هل تعتقد أن العرب والمسلمين يواجهون حربا صليبية جديدة؟ للتصويت من داخل قطر 9-0 1-3 أصفار من جميع أنحاء العالم 0-9-7-4 1-9-0 1-3 أصفار. النسبة حتى الآن 94% يعتقدون أنها حرب صليبية، 6% لا يعتقدون. عدد المصوتين 1394. نشرك من أمريكا السيد منير العكش وهو مختص في هذا الموضوع. تفضل يا سيدي. مرحبا أخي. يا أهلا وسهلا. مرحبا. يا أهلا وسهلا. مرحبا أخي فيصل. مرحبا. يا أهلا وسهلا. تفضل يا سيدي. الكرام، كل ما أريد في البداية هو أن أوضح بعض المفاهيم اللي أشار إليها الإخوان اللي تدخلوا مثل الأخ مجدي حسين والأخ شتيلة حول الدور اليهود في الولايات المتحدة وحول الحرب على الإسلام. أما بالنسبة لدور اليهود في الولايات المتحدة، طبعا كل مهاجر عربي إلى الولايات المتحدة يدرك أن لليهود قوة كبيرة سياسية ومالية وإعلامية وإلى آخره. لكن نحن بنغلط كثير إذا كان نعتقد أنه هذا التفسير الوحيد للسياسة الخارجية الأمريكية. لازم نحن يعني من دراسة التاريخ الأمريكي والتاريخ ما اللي سبقه اللي هو التاريخ البريطاني بيأكد لنا انه الصهيونية غير اليهودية، وانا لا اقول الصهيونية المسيحية، الصهيونية غير اليهودية هي اخطر بكثير من الصهيونية اليهودية. الصهيونية غير اليهودية هي التي خلقت وأعطت الزخم للصهيونية اليهودية، وهي التي خلقت إسرائيل وما زالت تدعمها. هذا أمر يجب أن نضعه في أذهاننا، خاصة ونحن نعلم، ونحن في الولايات المتحدة من دراستنا للتاريخ الأمريكي نعرف أن المهاجرين الأوائل أول ما وصلوا إلى العالم الجديد أرادوا أن ينشئوا ما يسمى بإسرائيل، وكانوا يقتلون الهنود الحمر وهم معتقدين بأنهم كنعانيين. فإذا الحرب دور اليهود في الولايات المتحدة دور مهم، لكنه ليس هو العامل الأساس في بناء السياسة الخارجية الأمريكية. كويس. باختصار سيد العكس، باختصار الوقت يداهمنا. الحرب على الإسلام. باختصار الوقت يداهمنا. يعني أنا وجدت في كتابك أن تتحدث عن بوش، يعني كيف ينظر إلى نفسه على أنه موسى العصر. باختصار حول هذه النقطة. أولا أخي فيصل، أنا لا أسمعك أخي فيصل. طيب، يعني ذكرت في أحد في كتابك إمبراطورية الله أعتقد أن بوش ينظر إلى نفسه على أنه موسى العصر. نعم، أنا واعي لهذا الأمر. نعم. أيضا لا أسمعك. مع ذلك سأوضح هذه الفكرة. أولا يجب أن نعرف أن هذه ليست حرب واحدة، وإنما هي حروب، ويجب أن لا نضع كل هذه الحروب في صندوق مفهومي واحد. يجب أن لا ننظر إليها نظرة دينية مطلقة، ويجب أن لا ننظر إليها نظرة اقتصادية مطلقة، ويجب أن ننظر إلى السبيكتروم كاملا، يعني أن نأخذ كل العوامل بالحسبان. طبعا حين لا ينكر أحد على الإطلاق بأن هنالك بعد ديني، وأن السيد بوش قبل الحرب طبعا بأنه أعلن بأنه الله زاره في البيت الأبيض وألهمه شن الحرب على العراق، تماما كما فعل ماكيلي حين غزا الفلبين. وكذلك السيد بوش بيتباهى بأنه هو من المتجددين روحيا، البورن أجين إلى آخره. وهو أيضا في كتابه Charge to Keep
قال انه هو انه الله خلقه هلا عمله من جديد موسى العصر، وانه دوره ان ينقذ اليهود الامريكان كما ينقذ اسرائيل والى اخره. اشكرك جزيل الشكر. اشكرك. للاسف الوقت يداهمنا، كان بودي نعطيك. سيد صلاح عيسى، سمعت هذا الكلام؟ يعني انا اريد قال انه هو انه الله خلقه هلا عمله من جديد موسى العصر، وانه دوره ان ينقذ اليهود الامريكان كما ينقذ اسرائيل والى اخره. اشكرك جزيل الشكر. اشكرك. للاسف الوقت يداهمنا، كان بودي نعطيك. سيد صلاح عيسى، سمعت هذا الكلام؟ يعني انا اريد، يعني في فتره من الفترات كان هناك محاضره لبعض الامريكيين يعني يتحدثون عن هانتينغتون وكتاب هانتينغتون. يعني كنا نعتقد نحن أن كتاب هانتينغتون صراع الحضارات نحن الذين روجنا له وجعلناه مشهورا. فكنا يعني نتحدث مع أمريكيين فقالوا لنا أن هذا الكلام غير صحيح. كتب هانتينغتون عليها إقبال منقطع النظير في الولايات المتحدة، وخاصة لدى العاملين في وزارة الدفاع والإدارة الأمريكية. يعني كلهم متشبعون بأفكار هانتينغتون العنصرية الدينية إذا صح التعبير. صراع الحضارات هو صراع أديان في نهاية المطاف. هذا من جهة. من جهة أخرى يجب أن لا، يعني قال كلاما مهما السيد العكش عن أن الصهيونية غير اليهودية أخطر بكثير من الصهيونية اليهودية، وهي التي تتحكم بمفاصل الدولة الأمريكية الآن. فإذا يعني لا نستطيع أن نفصل السياسي عن الروحي بهذا المعنى. أنا لم أنكر منذ البداية. أنا قلت إن في صراع ما بين ثلاث أصوليات. إحنا يعني تكاد تكون هذه المنطقة مصدر اللي هي الأصولية الإسلامية والأصولية اليهودية والأصولية المسيحية. طيب. في صراع أصوليات. أنا الذي أطالب إليه أن نسعى نحن جميعا لكي نوقف هذا الصراع، وألا ننجر إليه كمسلمين، وألا يجرنا الأصوليون الإسلاميون المتطرفون، وخاصة الذين يرفعون السلاح. يعني ماذا تريد؟ يعني لديك أصولية مسيحية في الولايات المتحدة تريد أن تهيمن عليه. يعني طمين راسك. أنا سأسلم معك. يعني تركع أمامه. أنا سأسلم معك تركع أمامه. أنني سأسحق. أنا الأقلية في العالم كما يعلم نحن جميعا في 3 من 6 مليار، في 3.5 مليار لا يؤمنون بأي دين سماوي على الإطلاق. ثم يأتي المسيحيون هم الأغلبية الثانية، ثم نحن، ثم اليهود. بس يا سيدي، سأريد أن أسألك سؤالا. نعم. طيب أنا يعني هناك نقطة تؤرق الكثيرين من العرب والمسلمين. نعم. استهداف لكل ما هو عربي أو مسلم. خليني يعني بشوي. نعم. لفلسطين الاغتيال العلني بآلة القتل الإسرائيلية، للعراق الدمار الشامل، لمصر الضغط الاقتصادي ومحاولة التركيع والتجويع، لسوريا التشهير العلني والتحريض المكشوف فضلا عن الحصار الاقتصادي للسودان التلويح بمخاطر التقسيم، للسعودية التحقير والامتهان والابتزاز، لليمن فرق التفتيش عن الإرهابيين. أما أقطار الخليج فمنها تنطلق صواريخ القتل وطائرات التدمير وإلى ما هنالك من هذا الكلام. أي حرب صليبية. ما هو ده سامي اللي احنا ما بنتكلمش عنه. إيه؟ يعني احنا نضع كل هذا في سلة واحدة، ويبدو وأن كل هذا صنع الذين يصنعون الحروب الصليبية، وكأنه في هذه الدول كلها لا توجد مشاكل تقاعسنا نحن شعوبيا عن ان احنا نحلها وان احنا نتوجه اليها. وانا عايز ارجع تاني للكلام اللي قاله مجدي والكلام اللي قاله فضيله الملا. يعني بشكل محدد انت بتتكلم بتقول لي انت علماني او مش علماني او الى اخره. ايوه يا سيدي، انا علماني مسلم. بتقول لي تعالى معانا، انا معاك فعلا لاننا ضد هذه الهيمنه، ولكني ارى ان احنا عشان نواجه هذه الهيمنه اولا لا يجوز لنا ان نبلع طعم الحرب الصليبيه او نخوضها او نحرض عليها، لانها ستسحقنا اذا قامت، لانها اولا ستعزل عنا مؤيدين كثيرين لنا. ايام حرب على العراق احنا شفنا مظاهرات في امريكا بمئات الالاف بتسير قلنا هذا الكلام ضد الحرب. قلنا ما هذا الكلام. شفناش مظاهره بتأيد بوش من الحاجات دي. انا بقول النقطه الاساسيه التي علينا نسعى اليها هو الملا فضلت نعم. الملا بيقول لي خليك معانا. إذا تسمح لي يا سيدي الكريم، انا بقول لك ايضا خليك معانا، خليك علماني، خليك ديمقراطي. هذا لا يعني العلمانيه ليست ضد الاسلام. خليك ديمقراطي، ابن دول قويه ناهضه عشان تواجه هذه الهيمنه. طيب. قف ضد الانظمه الاستبداديه التي تحرمنا وتسجننا. ومن قال لك انه لا يقف ضد الله؟ يعني انا مش بقول له هو، انا بقول ل 66% واللي بيسمعونا كلهم. فضيلة الملا، سمعت هذا الكلام. لدي سؤال. ما مدى صوابية استعمال الشعارات الدينية في مقاومة الهجمة الأمريكية الإسرائيلية؟ ألا تريد الصهيونية منذ بداية حركتها أن تصور للعالم أن مقاومتنا العربية لغزو الأراضي الفلسطينية ولتماديها في الاستيطان نابعة من تعصب ديني يتم بمعاداة السامية، وبالتالي فهي مقاومة غير شرعية؟
فيما المقاومة في فلسطين كما في لبنان في جوهرها مقاومة وطنية قومية في آن واحد. ألا نعطي سلاحا فعالا للعدو بوصف مقاومتنا بأنها ذات الطابع مما يسهل تسويق الأضاليل الصهيونية والأمريكية التي نجحت بعد 11 يوليو في خلق معادلة خبيثة بين الإرهاب والإسلام والمقاومة والإرهاب إلى ما هنالك من هذا الكلام؟ أرجوك أن ترد. نعم، هذا ليس صحيحا. أولا إذا نحن شخصنا الحالة وعرفنا أن الطرف المقابل فعلا انطلق من أرضية دينية ورؤية توراتية إنجيلية فيما بعد، أو الصهيو المسيحية هؤلاء، وإلا أنت لما تنظر إلى مجرد كتاب حول الكرة الأرضية العظيمة المأسوف عليها، كتاب طبع حديثا، باعوا منها خلال أيام 35 مليون نسخة في أمريكا وحدها. لماذا؟ لأنه ينطلق من هذه الأرضية، من هذه النقطة التي نقول، من هذه الرؤية الدينية التي يقول إن هذه الرؤية تنص على ما يلي: إن اليهودية والنصرانية، رغم أن بعض النصارى لا يحبون اليهود، ولكن عليهم أن يتعاونوا مع اليهود لكي يعودوا من النيل إلى الفرات ويكونوا دولتهم الكبيرة، وبهذا سيباد ثلثاء الأرض كما هم ينصون عليه في كتبهم المقدسة. نعم. وحينئذ سينزل سيدنا عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لينقذ اليهود وهم شعب الله المختار. فهم أصل الفكرة هي هذه، وأقنعوا هؤلاء المسيحيين من هذا الخط بهذا التوجه أيضا، فخطورتها تأتي من هذا المنطلق. وفي الطرف المقابل هم يريدون أن يجردون شبابنا الذين يقومون بعمل غيرك أيضا يا أستاذ فيصل. لما أقدم الأمريكان هؤلاء على ضربنا في مناطقنا واستأصلونا بما لديهم من قنابل وسموها، تعرف القنبلة اسمها مؤاب، وهي أيضا اسم ديني يشير إلى شعب الله المختار في أرضه في فلسطين. لما ضربونا بهذه القنابل، بعدها في اليوم الثاني قام أحد إخواننا الاستشهاديين وفخخ نفسه وسيارته ودخل في موقع للأمريكان، وقبل أن يدخل كان عنده $5000، قدم $5000 لإخوانه الأحياء الآخرين، وبدل أجلكم الله حذاءه الجديد بحذاء قديم، ثم ذهب وفجر نفسه على 5 أمريكان و19 من جماعة الطالباني وصحفي أسترالي كان مع الأمريكيين في سيارة عسكرية، وليس كما أشيع في أستراليا أنه قتل هكذا. فهؤلاء يريدون منا نقطة واحدة كانوا يطالبون قريش بها، قريش كانت تطالب أبا طالب بها، كانوا يقولون: نعطيك وليد بن عمارة وتعطينا محمدا نقتله، أي اتركوا الصهيونية المسيحية هذه تأتي إلى هذه تزحف على مناطق الإسلام وتقتل وتفعل ما تريد، وأمورها الاقتصادية وبترولها أيضا يعينها على تغذية الروح الدينية هذه، وبالمقابل أنتم ومن يعيننا، يعني هم ومن يعينهم، اقتلوا محمدكم، اقتلوا أولا الحركات الجهادية، لأن هذه السور الذي حول أمة الإسلام. هذا السور إذا سقط لا سامح الله، بعد ذلك بمجرد بتليفون تغلق هناك مكاتب لأحزاب إسلامية، سواء في بلادنا هنا في بلاد العربية وفي بلاد المسلمين. ولذلك يجب أن نعتبر أن هذه حرب دينية شعواء. صحيح أن هؤلاء ينطلقون من مجموعة بشرية ربما 80 مليون، وبالمقابل الكاثوليكية 900 مليون إنسان، وهم ليسوا معهم، ولكن هؤلاء يوظفون طاقات غيرهم وسيزحفون على بلادنا واحدا بعد أخرى في زمن الصليبية الجديدة. أشكرك جزيل الشكر فضيلة الملا. آباؤنا. أشكرك جزيل الشكر. للأسف الشديد الوقت داهمنا. نتيجة التصويت، طبعا لدينا التصويت، هل تعتقد أن العرب والمسلمين يواجهون حربا صليبية جديدة؟ بإمكانكم التصويت حتى الأسبوع المقبل. نسبة التصويت 94% يعتقدون أننا نواجه حرب صليبية جديدة، 6% لا يعتقدون. عدد المصوتين حتى الآن 1676. لم يبقى لنا مشاهدي الكرام إلا أن نشكر ضيفينا عبر الأقمار الصناعية من أوسلو، فضيلة الملا كريكار زعيم جماعة أنصار الإسلام، وهنا في الاستوديو السيد صلاح عيسى رئيس تحرير صحيفة القاهرة. نلتقي مساء الثلاثاء المقبل، فحتى ذلك الحين ها هو فيصل القاسم يحييكم من الدوحة. إلى اللقاء.